في الجلسة التي عقدت في قصر العدل وسط باريس، رفض قاضي الحريات اليوم الجمعة إطلاق سراح الفنان المغربي سعد، وكان محاميه الفرنسي قد أعلن أنه سيتم إطلاق سراحه قبل نهاية العام الحالي، ولم يتم تحديد بعد موعد الجلسة المقبلة التي سيمثل فيها الفنان المغربي أمام القاضي، كما يزال موعد مواجهته للمدعية مجهولاً. يشار إلى أن سعد يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي منذ نحو 3 أشهر بتهمة الاغتصاب، بعدما اتهمته فتاة تحمل الجنسية الفرنسية بالاعتداء عليها ومحاولة اغتصابها. وكان القضاء الأمريكي قد قام نهاية الأسبوع الماضي بحفظ قضيته على خلفية التهم المنسوبة إليه. ومن المنتظر قضاء الفنان سعد بعض أشهر أخرى في السجن الفرنسي.